السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعض اساور الجلاش او البقلاوه الاساور، حاجه كده في منتهى الجمال والشياكه. الكريمه بتاعتها سهله وبسيطه جدا، هنعملها مع بعض بشكل احترافي. هتحسوا فعلا انكم جايبينها من افخم محلات الحلويات، مش معموله في البيت نهائي. طريقتها سهله وبسيطه جدا، مش هتاخد معاكي وقت ولا مجهود، وهتكون جاهزه معاكي في دقايق معدوده، وهتطلع معاكي في منتهى الجمال. لايك للفيديو بتاع النهارده، وكمان اشتركوا في القناه. وتعالوا كده بينا نسمي الله ونبدأ في الشربات بتاعنا. معايا كوباية من السكر العادي الحبيبات 200 جرام، هنزل عليها بكوباية الا ربع من المية 175 جرام علشان حابة الكمية قليلة شوية. هنزل عليها بعصير نص ليمونة، وكمان هنزل بمعلقة حوالي كده 10 جرام او 15 جرام من عسل الجلوكوز. هقلب في المنتصف علشان احاول يعني بنسبة 10% ان انا ادوب كمية بسيطة كده من السكر، وكمان ارفعه على النار، نار عالية في البداية، وبعدين في مرحلة الغليان نار متوسطة لمدة 7 دقايق. هنزل عليه بربع معلقة من الفانيليا، حوالي كده 4 جرام، أو باكت فانيليا أي نوع انت حابة تستخدميه، بس بودر. وهنطفي عليها النار، وكده أصبح الشربات بتاعنا جاهز بعد 7 دقايق من الغليان. شربات لا تقيل قوي ولا خفيف قوي. هنركنه على جنب. تعالوا بقى نعمل الكريمة بتاعتنا. معايا كوباية الا ربع من الحليب الساقع، يعني حوالي 175 جرام. هنزل عليه بمعلقة كبيرة من السكر الحبيبات العادي، يعني حوالي 10 جرام، وكمان 10 جرام من النشا معلقة. وهنزل عليهم ب30 جرام من الكاسترد او او كاستر الفانيليا، موجود عند اي حد. البرطمان يعني حوالي مش غالي ولا حاجة، وبعدين بيكون طعمه حلو قوي. والنشا كمان هيسهل معانا ان هو يتقل على البارد كده. هدوب السكر، وبعدين هرفعه على نار متوسطة، وهبدأ في التحريك لحد ما احس ان الخليط بتاعي بدأ يتقل، وما شيلش ايدي منه، لان اللبن بسهولة بيشيط مني في الاستانلس وبيعمل طبقة مش مستحبة. كده الكريمة بتاعتنا وصلت للقوام او التقل اللي احنا عايزينه. فخلاص كده مش محتاجة اي حاجة. لو حابة تضيفي معلقة مية ورد، معلقة صغيرة، بتدي لها طعم حلو قوي. ولو حابة ان انت تضيفي حاجة من الفانيليا برضو بتدي لها طعم حلو قوي. اللي يريحك اشتغلي او اعمليه. في المرحلة دي خلاص كده خلص معايا. هبدأ ان انا ارفعه من على النار وانزله في اي طبق معايا او بولة، علشان اخف شوية من الحرارة بتاعته، ويبدأ يهدى معايا ويسقع معايا. هركنه على جنب. بس اهم حاجة هنغطي وشه بستريتش راب علشان ما يكونش طبقة تكون تقيلة وسميكة. وفي مرحلة ما انا بشتغل فيها مش هقدر ان انا اقلبه، وعلشان يكون سهل معايا اثناء ما انا بلف الكريمة بتاعتي. تمام كده ركنته على جنب. معايا نص كيلو من الجلاش، انا اشتريته طازة فريش من عند الفطاطري، وهبدأ ان انا اشتغل فيه. معايا كوباية من السمنة على الزيت، وسمنة بلدي انا اشتغلت بيها. الجلاش بتاعي فردته على الفوطة، وقسمت الرول نصين. هبدأ ان انا اشتغل بنص نص. الصينية بتاعتي انا مجهزاها جنبي، دهناها مادة دهنية من اللي انا بشتغل فيها بمعلقة كده من السمنة البلدي. وهبدأ ان انا اشتغل في الجلاش بتاعي بعد ما ركنت الصينية على جنب. بالفرشة بتاعتي هبدأ ادهن الراق بتاعي من الجلاش، وهتنيه اتنين. وابدأ ان انا ادهن برضو الجنب او الوش بتاعي من فوق، علشان هو ده اللي هيديلي القرمشة الحلوة، وهيديلي الشكل الحلو للأساور بتاعتي. هبدأ كده معايا خلة لفيت عليها ستريتش راب علشان تسهل عليا وانا بحاول ان انا اخرجها من الجلاش، وكمان تكون سهلة معايا اثناء ما انا بلف عليها الجلاش. الطريقة بتاعته سهلة وبسيطة، وكمان طريقة تحضيره ما بتاخدش وقت ولا مجهود. وصنف من الحلويات الشرقية اللي هيكون مميز معاكي جدا جدا على سفرة رمضان. يعني حاجة كده للتغيير. كنافة وقطايف حبينا نعمل مع بعض الأساور. عملناها مع بعض قبل كده في القناة بالمكسرات. النهاردة بقى هنعملها مع بعض بالكريمة. وكمان يعتبر الكريمة بتاعتنا اقتصادية، ما خدتش معانا وقت ولا مجهود، وكانت جاهزة جدا، وكان طعمها حلو. ادي اول واحدة كانت سهلة وبسيطة جدا في اللف. هعمل معاكي كمان واحدة علشان تعرفي ان الطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة اي حاجة. الجلاش هتقسميه اتنين، واهم حاجة غطيه بفوطة علشان ما ينشفش منك ويتكسر. واهم حاجة دهيني كل الراق بتاع الجلاش، واتنيه اتنين زي ما انت شايفة. وبرضك اللي انت هتتنيه هتدهنيه، وهتبدأي ان انت تحطي الخلة بتاعتك وهتلفيها، وهتضغطي من الطرفين علشان تكشكشيها، وبعدين تلميها. واهم حاجة تضغطي على الوسط بتاع الجلاش، يعني سيبي حاجة بسيطة كده علشان
هي دي اللي هيتحط فيها الكريمة لما تيجي تلفيها. زي ما انت شايفة الطريقة سهلة وبسيطة جدا، مش محتاجة اي حاجة خالص، وهتطلع جاهزة معاكي لحبايب الحلوين اللي لسه لأول مرة يخشوا المطبخ وما عندهمش شوية خبرة في الحلويات. خلاص اصبحت جاهزة معايا. هعمل بقى كل الكمية وابدأ ان انا ادهنها كده او اشربها حاجة بسيطة خالص من المادة الدهنية اللي معايا او السمنة بتاعتي. حد هيقول لي ينفع استخدم زبدة؟ هقول لك بلاش، لان هي فيها شوية مادة من الخض، ممكن لو حابة تستخدمي فيرن، بس هتتحرق معاكي بسهولة جدا اثناء تسوية الجلاش. زي ما انتوا شايفين كده، بحاول اللي مش شاربة معايا سمنة، بحاول ان انا اشربها كده بحيث ان التسوية بتاعته تكون موحدة. ادخله على فرن مسبق التشغيل من تحت ومن فوق على درجة حرارة 180 على الرف الاوسط في الفرن. تمام كده، وهتابعه من وقت للتاني. هبدأ في الكريمة بتاعتي، هشيل الاسترتش راب اللي انا حطيته على الوش، وهنزل بمعلقتين كبار من الكريم شانتيه حوالي 50 جرام، وزيهم مية يعني حوالي 50 جرام. وهبدأ ان انا بالمضرب الكهربائي او بالمضرب اليدوي ان انا امزجهم مع بعض، وكده الكريمة بتاعتي اصبحت جاهزة. مش محتاجة ان انا احط لها سكر، لان انا كنت ضايفة الاول على الكاسترد بتاعي معلقة سكر، وكمان الكريم بتاعي كريم خام، كريمة خام، كريم شانتيه خام. فهيكون الطعم خفيف شوية مع الشربات اللي احنا هنضيفه للأساور بتاعتنا. تمام كده، اصبحت جاهزة معايا، ما خدتش مني 10 دقايق واصبحت جاهزة معايا. والقوام بتاعها كان حلو، لا تقيلة قوي ولا خفيفة قوي، علشان تحسي كده بطعم الكريمة وانتي بتاكليها. تمام كده، ادي القوام بتاعنا. هلم بس كل الجوانب. زي ما انتوا شايفين قوامها حلو قوي، وكمان يعتبر اقتصادية، مش كتير قوي، ولا احنا استخدمنا كمية كبيرة قوي من الكريم شانتيه. الجلاش بتاعنا في الفرن خد مني قد ايه؟ خد مني حوالي تلت ساعة، وكان جاهز معايا. انا مشغلة الشواية من فوق ومن تحت، وكانت التسوية بتاعته مظبوطة. طلع من الفرن بتاعي بعد تلت ساعة، سيبته يهدى بس دقيقتين من حرارة الفرن، وهبدأ ان انا اسقيه الشربات بتاعي اللي هو كان بارد. وهيشرب الشربات بتاعي بسهولة، وهيكون مقرمش وحلو قوي. وكمان هبدأ ان انا الشربات هضيف كل كمية الشربات، ولما اسيب الجلاش فيها حوالي 10 دقايق يكون اتشرب كله جدا. الشربات اللي زيادة هبدأ ان انا اركنه على جنب. كده الكريمة بتاعتي بعد ما دخلتها التلاجة، هبدأ ان انا كده في كيس الحلواني وبأي بلبلة او اي شكل انت حابة تعمليه، هبدأ ان انا اعمل وردات كده او وربات على الجلاش من فوق. الطريقة سهلة وبسيطة، وكمان علشان الكريمة بتاعتنا مخدومة واخدة حقها في المقادير بالجرام، بتتزين معانا بكل سهولة، وبتنزل معانا من كيس الحلواني بكل سهولة. لو الكريمة بتاعتك حسيت ان هي تقيلة هتخفيها بمية. لو يعني تقيلة معاكي في التنزيل من كيس الحلواني، هتبدأي ان انت تخفيها او تضربها تاني بمعلقة مية، علشان تكون سهلة معاكي وانت بتشكليها، ما تكونش تقيلة قوي ومش هتنزل من كيس الحلواني. الطريقة سهلة وبسيطة جدا. والشربات اللي كان في الجلاش انا طلعت منه الجلاش وركنته على جنب، علشان انا هزين بقطع فراولة. ابدأ ان انا ادهن قطع الفراولة من على الوش، بحيث ان انا اعمل سكرابنج او جل تلميع اللي هو بيتحط على الحلويات، علشان لو فضلت معايا مثلا يوم ولا تاني ما تحسش ان لونها غير، لا تفضل بلونها زي اول مرة. لو انت حابة تستبدلي الفراولة بمانجا هتبقى حلوة قوي، بقطع برتقان هتبقى جميلة جدا. الطريقة بتاعته سهلة وبسيطة جدا، ما خدتش معايا وقت ولا مجهود، وكانت جاهزة. زي ما انا قلتلك دهنت القطع بتاعة الفراولة بتاعتي بالشربات اللي كان باقي من الجلاش، علشان تديله لمعة حلوة قوي. الجلاش بتاعنا مقرمش، التسوية بتاعته مظبوطة، ما خدش مني وقت. انا كنت مدخلة الجلاش على الرف الاوسط على درجة حرارة 180. ما شاء الله اللون بتاعه حلو قوي، صنف هيشرفك على سفرة رمضان، سواء في عزومة سواء في أي حاجة. يعني خلينا نغير الحاجات اللي احنا متعودين عليها. عملته معاكم قبل كده بالمكسرات، والنهاردة عملته معاكم بالكريمة. التسوية بتاعته من تحت اللهم بارك مظبوط جدا. الكريمة علشان خفيفة في السكر، والجلاش مقرمش وواخد حقه في الشربات، وقطع الفواكه الطبيعية، بتحسي ان في طعم كده مختلف او ميكس معاكي وانت بتاكلي
الاساور بتاعتنا طعمها حلو قوي، التسوية بتاعته مظبوطة زي ما انتوا شايفين، التزيين بتاعه بسيط جدا، حاجة كده في منتهى الجمال والشياكة. هتشرفك قدام اي حد انت هتقدميه، لو انت رايحة زيارة او انت عاملة عزومة، هيكون صنف معاكي حلو قوي على سفرة رمضان. لو انت اول مرة تشوفيني وتتابعيني، ما تنسيش تعملي لايك للفيديو بتاع النهاردة، وكمان اشتراك في القناة، وشيري الفيديو مع اصحابك ومع حبايبك على اوسع نطاق، علشان اكبر واتشرف بيكوا قدام اي حد. اتمنى ان انا اكون وصلت كل المعلومات اللي انت محتاجة تعرفيها للفيديو وللوصفة بتاع النهاردة. اهم حاجة تكوني بتتابعي الفيديو للاخر. كومنت حلوة منك للفيديو بتاع النهاردة، وكمان زي ما قلتلك لايك للفيديو، وكمان اشتراك في القناة. لو انت اول مرة تشوفيني وتتابعيني، اضغط على كلمة اشتراك وفعلي زر الجرس. مشاهدة ممتعة للفيديو. دمتم سالمين، والسلام عليكم ورحمة